يشارك عدد كبير من المتطوعين في تحضير وتقديم طعام إفطار الجماعي للمحتاجين وأصحاب السبيل منذ بداية شهر رمضان الكريم في الجزائر، وذلك في مبادرة نظمها المجلس البلدي تحت شعار تحلى اللمة. ففي شارع درويش مراد الذي يولغ أمام حركة السيارات قبيل الإفطار في العاصمة الجزائرية، يجلس الصائمون على موائد في الشارع في وسط العاصمة الجزائر لتناول إفطارهم بحضور بعض النجوم. الهدف كما قال الشعار تحلى اللمة، وهذه مبادرة في شهر رمضان تاع تضامنية تاع أخوية تاع عائلة. هاي لكي تلمينا اللمة هذه عجبتني، أنا خليت الدار خليت وجيت لهنا على جال اللمة هذه، إن شاء الله ربي يدومها علينا، إن شاء الله دايما نكونوا فرحانين وربي يستر بلادنا إن شاء الله دايما تكون الازدهار إن شاء الله. مبادرة طيبة تزرع الأمل في النفوس، تمسح في النفوس، تمسح دموع الضعفاء. ونحن في شهر رمضان في حاجة ماسة إلى عمليات مثل هذه تلم الشمل وتجمع أطياف المجتمع. التكافل والتراحم في شهر رمضان، ويتجلى ذلك في المبادرات الخيرية التي تقوم بها جمعيات خيرية. ولأول مرة يحتضن ملعب مصطفى شاكر بالبوليدة في الجزائر أزيد من 7000 شخص ليس من المناصرين، بل في أكبر مائدة إفطار على شرف اليتامى والمعوزين. في هذه الوقفة التي حضرتها وجوه رياضية معروفة من بينها نجم المنتخب الجزائري عنتر يحيى. مراسلنا حسين بوصالح والتفاصيل من البوليدة. على ميدان ملعب مصطفى شاكر بالبوليدة الذي لا طالما كان مسرحا لأفراح الخضر وأنصاره، هو اليوم وفي شهر رمضان يكون مسرحا لفرحة أكثر من 2000 معوز و5000 يتيم. الإفطار الجماعي والتكريمات التي نالها اليتامى حضرتها العديد من الوجوه الرياضية البارزة في الجزائر على غرار نجمي الخضر عنتر يحيى وكريم زياني. حتى الواحد لا يكون عايش في الخارج يكون فخور يشوف باللي كاين مناسبات كما هذه، سورتو اليتيم يعني ما يكونش الواحد وحده، خاصة في شهر رمضان، يعني شهر وين الناس تكون مع العائلة تاعهم. بس ان شاء الله نتمنى وتكون حتى فرصات اخرين مش غير في رمضان باش نكونوا يعني واجدين مع اليتامى ومع الانسان المحتاج ان شاء الله. على كل حال انا فرحانه بزاف اليوم بهذه المبادره الخيريه الطيبه اللي يعني جمعت كل يعني الجزائريين من كل فئاتهم، صحفيين رياضيين فنانين، يعني كل فئات المجتمع جاوا اليوم يتضامنوا. جمعية النتيجة للصحفيين الرياضيين رفقة نظيرتها كافل اليتيم، واللتان دأبتا على تنظيم مبادرات خيرية خصوصا في شهر رمضان من خلال تنظيم نشاطات خيرية يصاحبها فيها رياضيون معروفون. أول خطوة قمنا بها هو إيجاد جمعية والبحث عن جمعية اللي راح ترافقنا في هذا الحدث، لأننا طبعنا نتقرر الخبرة، ووجدنا جمعية كافل اليتيم اللي رحبت بنا ومشينا سويا في الخطوة بخطوة فيها، والحمد لله. أنا نظن اليوم الجمع الغفير هذا والحضور تاع الأيتام ما هو إلا دليل على التعاون بين جمعيتين. أكبر مائدة إفطار في الجزائر كانت خير نموذج هذا والحضور تاع الأيتام ما هو إلا دليل على التعاون بين جمعيتين. أكبر مائدة إفطار في الجزائر كانت خير نموذج تضافرت فيه جهود المثقفين والرياضيين والمجتمع المدني بغية هدف واحد هو رسم البسمة على وجوه المستضعفين في شهر الرحمة. حسين بوصالح، بي سبورتس من مدينة بوليدة الجزائر. مشواره القصير في إفريقيا، إلا أن ما زاد من تفاؤل أنصار الخضر هو النتائج الجيدة التي حققها مع منتخب غانا والوصول به لأول مرة إلى ربع نهائي كأس العالم. هذا المدرب زعما كاين مليح بالنسبة لينا حنايا، وإن شاء الله يعاوننا ليكيب تاعنا وصاي. بيان سور راح يلحقنا بعيد إن شاء الله مع الإكسبيريونس اللي عنده شوية هذيك مع الغانا، إن شاء الله نروحوا بعيد إن شاء الله. عودة الفاف إلى مدرسة أوروبا الشرقية يزيد من حجم التفاؤل ويبعث القليل من الأمل في نفوس الجزائريين الذين استعادوا ذكريات البوسني وحيد حليلوزيتش، واحد من خريجي مدرسة أوروبا الشرقية،
ممنين النفس بتكرار السيناريو، ولما لا العودة إلى زعامة قيام. واش غنقول لك، ان شاء الله يكون كيما حليلوزيتش، ان شاء الله يلحقنا وين لحقنا وبليس ان شاء الله. الصربي راجيفاتش أنسى الجزائريين صعوبة المجموعة التي سيتنافس فيها الخضر على إحدى التأشيرات المؤهلة إلى مونديال روسيا، وذلك بمجرد تعيينه على رأس العارضة الفنية للخضر. فهل سيتمكن من إقناعهم على أرضية الميدان وإخراج 40 مليون مدرب كما سماهم حليلوزيتش إلى الشارع للاحتفال من جديد؟ لكن وعلى الرغم من الارتياح والإجماع الموجود في الشارع الرياضي الجزائري، إلا أن عديد نقاط الظل موجودة في مسيرة الناخب الوطني الجديد، عنوانه عدم إتقانه للغة الفرنسية و4 سنوات من البطالة، يقول محمد نجيب هنان. الكرة الجزائرية من جديد تتعبق برائحة أوروبا الشرقية، فلسفة كانت مهد التألق في الجزائر منذ الأزل، مدرب جديد بمقاييس عالية سيرة متفق عليها، ولكن أوجه الإجماع لم تكون مطلقة في ظل نقاط ظل قد تحجب بريق الصربية ميلوفان راجيفاتش. الفرنسية الحل الثاني للسان الجزائري، معضلة تطرح نفسها قصرا، فنجم بلغراد الصربي سابقا يعاني طلاقا مع هذه اللغة، مفضلا بمنطقيتنا الدليل العالمي الإنجليزية كتعويض عن الصربية الأم. نقطة وإن دلت فإنها تشير إلى قطع مرتقب لدابر علاقة بين مهندسي تألق البلاك ستارز من جهة وصحافة جزائرية صنعت الحدث مع المدربين من جهة أخرى في خطة مدروسة من قبل الحاج. 4 سنوات بطل أعقبت سنوات خضراء مع غانا تضعنا بمثابة نقطة انطلاقة لمدرب يخشى منه الابتعاد عن المنافسة. سيتان شوا اديكوا في محله، شوا في محله، لانه هذا سيتان كرون مسيو. كنت تشوف البالماريس تاعو انت قلت لي 4 ما خدمش، صافي ريان ندير ما خدمش، صافي با دير باللي كيما حنا لي زونترينور تاعنا، حنا نهضر على نفسي، حنا كي نروحوا ما نخدموش نروحوا نريحوا في الدار، كونتر الناس هادو راهم يسوريسيكل. تلك هي مخلفات ارتباط جزائر سربي تحت لواء الكرة، صعوبة حتى في نطق الاسم راجيفاتش، راجيفيتش أو غيرهما. المهم أن التألق وحده سيكون عذر الصربي على سوابق اللغة والبطالة وصعوبة اسمها. وفي أول تصريح إعلامي له بعد تنصيبه مدربا جديدا للخضر، اعتبر الناخب الوطني الصربي ميلوفان راجيفاتش أن الجزائر تملك اسما كبيرا في تاريخ كرة القدم وسيصنع منها منتخبا كبيرا أيضا. ميلوفان أضاف أن المنتخب الجزائري يملك لاعبين في المستوى، مضيفا أنه كمدرب للخضر تنتظره مسؤولية كبيرة في كان الغابون 2017 وكذا في تصفية مونديال روسيا 2018، مؤكدا في نفس الوقت خبرته الإفريقية التي يمكن أن يوظفها مع المنتخب الجزائري. هو مدرب سربي على حسب واش نعرف انايا، وجد غانا من 2008 ل 2010 لحق معها الكارت فينال تاع كوب دي موند كونتر لوروغواي اليميني، وجد مام كي جد غانا ثاني لحق دومي فينال تاع لا كوب دافريك. نعرف عليه كوم اونترينور، كان حاكم غانا في 2010 كوب دي موند 2010 كاليفيا كارت فينال ودار باركور مليح نورمالمون تيليمينا مع لوروغواي، تسمى ما خرجش بسكور ولا راح بلي بينالتي هكذا. تليمينات غانا بلي بينالتي. بصح على حسب ما نسمعوا خليفه تاع حليلوزيتش، هذا راح على حسب الاسم تاعو يخدم ما بخدمه تاع حليلوزيتش. ما نعرفوش، عندنا قرينا في الجورنال وكذا باللي عنده تاريخ عنده مع الغانا باغ اكزومبل، في الخليج باغ اكزومبل كالكو شوز كوم سا. نو والله الحقيقه يا خويا هذا ما عندي حتى علاقه، ما نعرفو سيبيتمون راك الجماعه يهضروا قال لك جابوا اونترينور جديد، عمري ما سمعت عليه. انت راك تسقسي فيا لا رياليتي ما سمعتش عليه، وانا جو با علاش يجيبوا اونترينور كيما حليلوزيتش. دوك واش كان يهضر السيد علاش ما كاش في دي زونترينور ايطاليان لامريك لاتين، جيب لنا دي زونترينور لو ميم ستيل دو جو تاعنا هنا، جيبوا لنا في البريكولاج عندنا دي زيليمون اللي عندنا ما شاء الله، دوك نقعدوا في البريكولاج هذا نقعدوا غير ندوروا. بريفي يجيبوا واحد اونترينور كبير اللي عنده شغل مشوار شغل معروف في العالم على الاخر، مع هذه كما يقولوا بوليتيك دوستيغيتي، جابوا لنا شغل واحد ما نسمعوش كاع به.
ومام باغ اكزومبل الباركور تاعو شغل صاغست ان بو شغل سي با ماشي واحد اللي عنده شغل كما نقولوا ديتيت ولا بالمارس ولا اللي عنده ان اكسبيريونس خبره مع منتخبات كبيره. تما كان نقول بالك هذه لا بوليتيك دوستيريتي اللي شغل